عارف لما تكون جعان بالليل كده وتفتح التلاجة ما تلاقيش غير طماطم وجبنة فتقوم تخترع لك أي أكلة كده. هما بالظبط عملوا كده في مدينة على البحر. كانت الناس بسيطة وفلوسهم مش كتير، قالوا يخبزوا عجينة رقيقة كده ويفردوا عليها شوية حاجات من اللي عندهم، شوية طماطم على توم على شوية زيت زيتون ويخبزوها. أما نشوف ايه اللي هيجرى، ويخبزوها بقى على حجر سخن أو فرن نار وبس كده. كانت أكلة فقرا بس كان طعمها فظيع قوي. والوقت بقى ابتدى يعدي والريحة بتاعت العجينة بالصوص دي ابتدت تنتشر، والناس يقولوا لبعض جربوها. واحدة حاجات حطت ريحان، واحد زود جبنة والتاني حط زيتون، وفجأة الأكلة البسيطة دي بقت ضيف شرف على سفرة الأغنياء قبل الغلابة كمان. ومن المدينة الصغيرة ديت طلعت العالم كله، كل بلد تعملها بطريقتها. ناس تزود لحمة وناس تحبها نباتي، وفي ناس تانية تزود عليها أناناس، مع إن ده غريب قوي بصراحة. والنهاردة البيتزا بقت رمز للأكلة اللي خرجت من الطاسة البسيطة وبقت سفرة على كل الناس وفي كل بلد وفي كل مناسبة. قولي بقى، بتحبها تقيلة مليانة جبنة ولا بسيطة زي زمان؟